السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل كيك فانيليا هش وفاتح كده وجميل جدا، هيعجبكم. بس ما تنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بأمر الله. معانا هنا في المقادير بتاعتي، انا حاطه المقادير كلها على الرخامه اهي. معايا كوبايتين ونص من الدقيق المنخول وهننخله كمان مره. معانا هنا 3 حبات من البيض ده بدرجة حرارة المطبخ. معايا كوباية وربع من السكر، ممكن نخليها كوباية واحدة سكر حبيبات عادي. معايا كوباية من الزبادي، ممكن نستبدل الزبادي بكوباية من اللبن. بس عايزة اقول لكم الزبادي حلو قوي في الكيك. التركايه الحلوه قوي معلقتين ونص من النشا بيخلي كيك الفانيليا حلو قوي. التركايه بقى اللي هتخلي الكيك معاكي فاتح وحلو قوي ما يغمقش معاكي، الليمون. هنحط عصير ليمونتين كده حلوين بجد، حلوة قوي. وكمان معانا معلقة من الزبدة او مكعب من الزبدة، دي اضافة ممكن تستغني عنها. معايا المادة الدهنية كوباية الا ربع من الزيت، زيت يكون ريحته حلوة عشان خاطر الكيك بتاعنا يطلع طعمه حلو. تمام. معانا هنا كيس من البيكنج باودر 18 جرام او معلقه وربع من معلقه الاكل دي، نحط معلقه وربع، معلقه كبيره. تمام. معانا هنا شوكولاته شيبس، هنحطها برضو في قلب الكيك بتاعنا، بتدي طعم حلو قوي وتست حلو قوي، مش بنحتاج ان احنا نعمل صوص ولا نعمل اي حاجه. كمان ممكن نقدر نجيب شوكولاته اللي هي الكريسبي الصغيره دي، سواء الغامقه او الفاتحه، برضو نحطها. برضو انا كنت عاملاها بالشوكولاته اللي هي الكريسبي، برضو حلوه قوي. تمام. اللي موجود عندك او قطع من الشوكولاته الخام ممكن نستخدمها، بجد حلوه قوي. نحط كمان رشه من الملح على الدقيق عشان لازم نحط رشه من الملح في الحلويات، ونحط رشه من السكر في الحوادق. تمام. كده احنا هنعمل المقادير بتاعتنا كلها في شفشق الخلاط، ممكن تعمليها بالمضرب الكهرباء او اليدوي، مفيش اي مشكله المتوفر عندك. هنا عندي الصينيه بتاعتي انا عاملاها بزيت ورشه من الدقيق كده، حاجه خفيفه. تمام. ومشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 160. انا عندي بشغل الفرن على درجه حراره 160. اول حاجه هنزل بالبيض في قلب الشفشه، لازم سوائل ننزل بها الاول، مش المواد الجافه. انزلي باي حاجه في الخلاط سايله الاول، وبعد كده انزلي بقى بالسكر واي مواد تانية. تمام. عشان خاطر الحاجات البودره دي، المواد الجافه بتبقى في قاع الخلاط، فبتبقى ماسكه فيه، مش بتدوب بسرعه. تمام. لازم ننزل بسوائل الاول. نزلنا بكوبايه وربع من السكر، وهننزل بكوبايه الزبادي، ممكن تكون كوبايه واحده. وبعد كده نكمل بالميه، لان احنا كده كده برضو هنحط ميه في قلب الكيك. تمام. هنكمل بقيه السوائل بميه تكون سخنه، مفيش اي مشكله. هنزل بعد كده بالزيت، انا زي ما قلت لكم هنزل بالمقادير كلها. تمام. هنزل بمكعب الزبده برضو. وهنزل بعصير الليمون. ليمون حلو قوي يا جماعه، ما تستغنوش عن الخطوه دي بتاعه الليمون. خلاص كده حطينا المكونات كلها في قلب الشفشه. هضربها بقى عشان الازعاج. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، قصدي اللون بتاعها ابيض جدا. بصوا كده انا بنخل الدقيق تاني، زي ما قلت لكم لازم ننخل الدقيق كذا مره. هنا انا مسرعه الفيديو شويه عشان ميبقاش طويل عليكم. حطيت النشا، حطيت البيكنج باودر. تمام. وابتدي انزل بالمقادير بتاعتي. نقلب، نحاول نقلب في اتجاه واحد. تمام. في الكيك ما ينفعش نقعد نقلب من فوق لتحت وتحت لفوق كده يمين وشمال، لا هو اتجاه واحد، يا يمين يا شمال. تمام. دي ميه سخنه.
ما تقلقوش من الميه السخنه، بجد بتخلي الكيكه حلوه قوي، مش بتهبط ولا اي حاجه. والبيكنج باودر بيتفاعل مع الميه السخنه عادي، دي مش خميره. يعني الخميره بنقول مش هنحط ميه سخنه عشان بتقتل الخميره والكلام ده، لا، البيكنج باودر بيتفاعل مع الميه السخنه عادي. هنا انا حطيت شويه من الشوكولاته في قلب الخليط، تمام، والباقي هحطه على الوش. بصوا الخليط عامل ازاي. بصوا بقى، هنا لقيت شويه دقيق من تحت، ولا يهمني، اقلب تاني وهنزله برضو في قلب الصينيه، مفيش اي مشكله معايا. متقلقوش يعني من الدقيق اللي بتلاقوه في قاع البوله، مفيش اي مشكله. هنا بقى عصايه الشيش طاووق دي لازم تعملوا التركايه دي، عشان الفراغات اللي بتبقى كتيره قوي في الكيكه نحاول نخليها ضيقه شويه، تمام. فاعملوا الحركه دي، وبعد كده خبطوا كده بالصينيه على الرخامه خبطتين 3 كده، وحطوا بقى الشوكولاته. بصوا بقى شكل الكيك كده قبل ما تدخل الفرن عامله ازاي، جميله جدا. متنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. هدخلها الفرن على درجه حراره 160، تمام، على الرف اللي في النص. شغل تحت بس، ولو احتاجت بعد ما تستوي اللون بتاعها فاتح من فوق هنشغل الشوايه. انا هنا شغلت الشوايه، تمام. قعدت حوالي 40 دقيقه او 43 دقيقه. نبتدي بقى نقطعها. هنا بعد ما بردت تماما تماما، بصوا طريه طريه. بصوا كمان بتلزق في قلب السكينه ازاي. بسم الله. بصوا بقى، بصوا الكيك فاتح ازاي. جميله جدا، بتمنى تجربوها لانها بجد حلوه وطعمها حلو جدا. انا برضو بسجل بعد ما اكلناها، بجد حلوه قوي. بصوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.